مرحبا. رح نساوي اليوم الفالنتاينز كوكيز او بسكويت القلوب. رح يلزمني عجينة الكوكيز على شوكولا. انا ساويتها بغير فيديو، اذا حبيتوا تعرفوا المقادير وطريقة الشغل فيها. رح يلزمني كمان قوالب السيليكون على شكل قلب، او اي قالب على شكل قلب. رح اقسم عجينة الكوكيز لقسمين لانه انا قالبي فيه 2 قلب. اذا ما عندك قالب السيليكون على شكل قلب ممكن تستعملي اي قالب انتي عندك اياه بالشكل انتي بتحبيه، مستطيل او مدور، معدني او سيليكون. رح امد العجينة بايدي، بعدين رح استعمل المعلقة او الرول، بعدين رح احطه بالفرن بالرف النصيني 180 درجة. مدة الخبز من 9 ل 11 دقيقة حسب طبيعة فرنك. رح اطالعه من الفرن، رح يكون طري متماسك من الأطراف. بعدين بعدين رح أتركه رح يبرد، رح يرجع يتماسك أكتر. رح أعمل هلأ الشوكولا لتخطيط الكوكيز. هاي الشوكولا كتير طيبة، شوكولاتة جليز. رح يلزمني ربع كاسة كريمة سائلة، 120 جرام شوكولا بالحليب، وواحد معلقة كبيرة عسل أو الكورن سيروب. هلأ رح نحط العسل أو الكورن سيروب، رح يعطيه هو اللمعة للشوكولا والطراوة. رح أدوب الشوكولا على البان ماري البخار أو على الميكروويف. بعدين رح أحصب فوقها الكريمة السائلة وأحرك كتير منيح بالمعلقة لبين ما يمتزجوا. بعدين رح أحط واحد معلقة كبيرة من العسل أو الكورن سيروب وأخلطهم كتير منيح. بعدين رح أصبهم فوق الكوكيز. طلعت الكوكيز من الفرن، لساته طري لأنه هلأ طلع من الفرن، بس أتركه شوي ليرتاح، رح يتماسك أكتر. رح أصب صوص الشوكولا فوق الكوكيز وأتركهم يرتاحوا مع بعض شي 10 دقايق بالبراد. بعدين رح أطالعهم وأزينهم. رح أزين الكوكيز هلأ بشوكولا الشيبس، الشوكولا بالحليب والشوكولا البيضة. ورح أزين كمان بالقلوب السكرية أو أي نوع زينة انتي عندك متوافرة بالبيت. رح أتركه كمان يرتاح لبين ما يتماسكوا بالبراد، وبعدين رح أطالعهم. هلا الكوكيز بعد ما ارتاح بالبراد وتماسكت الشوكولا، رح اطالعه من قوالب السيليكون. قوالب السيليكون كتير سهل الشغل فيها، بتطلع رأسا القالب بسرعة ما بعذبنا. رح احطه بعدين بالصحن. صحة وهنا. تابعوني للمزيد من الوصفات على اليوتيوب سويت سباي سيما.